كيف الإنسان أول شيء بدك تعلمه شو غاياته وسبب وجوده وغاياته بالحياة. متى ما أعرف كل إنسان شو بده تنحل كل المشاكل. كل إنسان شو جاي على باله يحكي ويكشف. اليوم هلا عهد الاستبداد والقمع انتهى. شو عندك كلام تفضل. إذا أنت بتقدر تقنعني أو بتقدر تجيب الحق أو تقدر تقنع المجتمع السوري كلياته معناتها نتبعك. بتجيب أفضل أهلا وسهلا. أما بالقوة معناتها مش. كابن الشام اليوم كيف الشام؟ الشام رقم واحد الحمد لله رب العالمين الذي أذهب عنا الحزن وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء. بألف نعمة بألف ميلاد جديد للشعب. وهالشباب صرنا 60 سنة نعاني من الدكتاتورية. شو يعني دكتاتورية؟ دكتاتورية يعني أنا أملي عليك مثل فرعون يعني. غصب. لا أملي عليك. شو قال لهم فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. يعني يا بتسمعوا كلمة لأنه أنا ما علمت لكم من إله غيري. دكتاتور يعني dictates. شو يعني dictates؟ At that time fashion dictates that women's skirts should be short. فرضت الموضة وأمرت الموضة أنه البنات لازم يلبسوا قصير. قامت الموضة صار يتربون صاروا يقلدوها. لذلك الحرية خذ الحرية لسه ما سمعتها بعمرك لا أنت ولا كل وسائل الإعلام. حدود الحركة ضمن المجال. شو يعني حدود الحركة ضمن المجال؟ يعني الجنين وين حريته؟ بطن أمه طالعه شو بيصير فيه؟ يموت. السمكة وين حريتها؟ بالبحر طالعيها شو بيصير فيها؟ بتموت. قائد الطائرة وين حريته؟ ضمن الجو. ضمن الجو ضمن الكابينة الطيارة طالعه شو بيصير فيه؟ بيموت. حرية المسلم ضمن نطاق الشريعة الإسلامية. حرية غير المسلم ما عنده حرية نهائيا. لذلك بيقول لك حرية عم يزعبر. يا اما عم تمشي. عم يحكي بالديمقراطية اليوم شو؟ الديمقراطية طبعا دائما. هلا نحن الديمقراطية في لها شقين. شق علمي وشق شرعي. الشق العلمي لما يكون عندنا مثلا بناء مثل هذا بنجمع مجموعة من المهندسين بناخذ آراءهم أهل العلم والفضل وهن الأساتذة وأهل الاختصاص بيقولوا لك هذا صح أو غلط. هذول أهل الاختصاص. بالنسبة للتشريع في تشريع إلهي تشريع وضعي. تشريع الإلهي نحن عبيد لله. غير المسلم ما بده عبيد لا الله يصطفي. شو بده يعبد يعبد. أما نحن لا نفرض لا إكراه في الدين. لا نفرض الإسلام على أحد ولا نرضى لغير المسلمين أن يفرضوا آراءهم علينا. الشق الثاني. الشق الثاني أنه منه في شق سياسي وشق معاشي. شق علمي. الشق العلمي بنتبع أهل العلم وأهل الفضل وأهل شو بيقولوا هذول أهل الاختصاص. تكنوقراط. أيوة. يعني دائما الاقتصادي شاطر الفيزيائي شاطر الطبيب شاطر. أما بالنسبة للتشريع نحن مسلمون. نحن عندنا مذاهب 4. مذاهب ال4 نمشي داخلهم. أما واحد أنا بدي أقول لك بدي أجبرك على مذهب أو أجبرك على فكر أنا فهمته من الشريعة هذا فرعون. لو أنه أنا عم أقول لك أنا مسلم وكل واحد غير مسلم يصطفي لك. بما أنه ذكرت التكنوقراط اليوم بعد تشكيل الحكومة الجديدة شو بتوجه رسالة أو نداء لأحد الوزراء؟ هلا للوزراء كلهم بشكل عام ولرئيس مجلس الوزراء ولرئيس الدولة. شو قالت بنت سيدنا يعقوب؟ قالت له استأجره يا أبتي إن خير من استأجرت القوي الأمين. يعني بده يكون عنده بشخصيته موضوعين شيئين. أحسنت الله يفتح عليك. الأمانة والقوة. القوة هي العلم. القوة هي الفهم. القوة هي التكنولوجيا. القوة هي آخر ما توصل إليه العقل البشري من تقنيات وصناعات لكي نرفع مستوى الشعب السوري إلى مصاف الدول العظمى. هذا التكنوقراط هي وظيفته. قوي الأمين عنده أخلاق مو حرامي. إذا كان أحسن طبيب بالعالم وغشاش أحسن اقتصادي بالعالم وحرامي معناتها مشكلة. شو رأيك اليوم أنت بالحكومة الجديدة اللي تأسست؟ والله نصرنا كسوريين نتأمل خير وإن شاء الله. وكل واحد عنده كلام حلو أهلا وسهلا. وكل واحد عنده كتف بده يحط بالبناء بيكون كتير. نحن اللي عم بيقول إنه هي الحكومة من لون واحد شو؟ هلا لون واحد دائما. هلا بنرجع للهي كل واحد مزعوج. ما حنفوت بالطائفيه ولا بالمناطقيه ولا كذا لانه نحن قناعتنا كلكم لادم وادم من تراب والناس سواسيه كاسنان المشط. لون واحد. الناس اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق. يا انت مسلم اخي يا اما انت انا وياك الله خلقنا والخلق كلهم عيال الله.
نحن لسنا ضد أحد. أي إنسان عنده مشروع ممتاز يقنع فيه المجتمع نحطه على رأسنا تماما، وبنحطه على رأسنا ونقبل يده، يعني مو تقبيل يده من قدسه، من الاحترام يعني. بعدين دائما وظيفة القانون، هلا أنا لي كلمة، قانون السيء مثل الصباط الضيق. شو يعني؟ معلش عامية بس حلوة. وظيفة القوانين تيسير أمور الناس، توفير وقتهم وجهدهم ومالهم ورفاهيتهم. وظيفة القوانين توفير وقت وجهد ومال ورفاهية للمجتمع. كل واحد بيجيب لنا قانون بيحقق هالشروط الأربعة نضعه على رأسنا. تماما. اليوم حضرتك من وين؟ من دمشق. شو وظيفتك؟ شو مهنتك؟ شو أنا دارس؟ مدرس لغة إنجليزية سابقا، أعمال حرة الآن. ما شاء الله عليك. إيه الله يجبر بخاطرك، شهادة غالية. الله يكرمك. اليوم شو بتنصح السوريين ككل، كختام هلا بالختام شو بتنصح هلا السوريين؟ في عنا أمر كتير مهم جدا. إذا الناس خلصت من الشح قاتل، الشح قاتل، يعني الأنانية قاتلة. إذا صار عنا خلق الإيثار، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، متى ما صارت الناس تحب بعضها وتقدم الخير للناس تنحل كل المشاكل، تتوقف كل المحاكم، يعني تنتهي. خذ قصيدة كمان. آبت دمشق إلى العلياء موئلها، وموطن الصيد في العلياء نبنيها. إذا دعتنا إلى العلياء أمتنا، أتينا لها شيبا وشبانا نلبيها. ونفس حر لباري الخلق نتركها، ودماؤنا على هدى الشهداء نهديها. سيوفنا من دم العادين مشربها، وقطوفنا من رؤوس البغي نجنيها. كتاب ربي في الدنيا وهادينا، محمد صاحب الأخلاق ينبينا. تبعنا غيرهم سوءا فساءت بها حال الورى حينا فحينا. عودوا إلى الحق يا قومي، فليس لكم في غيره شيء يكرمنا ويكرمنا. الله أكبر. حي الله الشيخ، حي الله الأستاذ. بما أنك قلت بيت قصيد تفضل. شو رأيك بالبيت القصيد اللي قاله وزير الثقافة؟ صمنا عن الأفراح دهرا. صمنا على الأفراح دهرا وأفطرنا على نبع الكرامة وليس على طبق الكرامة. إن شاء الله الكرامة لن تنتهي. نبع، أما الطبق أكلناه خلاص. أما بقول له للأستاذ محمد صالح أنه نبع صحن الكرامة خلصنا، أما نبع الكرامة لا تنتهي إلى قيام الساعة إن شاء الله. لقد صمنا عن الأفراح دهرا وأفطرنا على طبق الكرامة، فسجل يا زمان النصر سجل، دمشق لنا إلى يوم القيامة.